السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم فيه عن السيمبلز الخاصة بالبلوف وكذلك السيمبلز اللي خاصة بالفلو ديفايسز والحاجات دي هنلاقيها موجودة في البي اند اي دي. طيب هو مبدئيا كده أنا عاوز بس أدي ريفرشمنت بسيط عن البلوف. دايما هنا بيقول لك ده شكل كنترول فالفز ممكن تكون موجودة عندي في السايت. تمام. ممكن استخدمها في المصانع الكيميائية والبتروكيماويات والتكرير والغاز وهكذا. طيب عندي البلوف ديت بتختلف في الديزاين بتاعها وكذلك بتختلف في الحجم بتاعها، وبالتالي لما اجي اشوفها في البي اند اي دي او البروسيس فلو دايجرام هكتشف ان شكلها كمان هيكون مختلف، لان في منها انواع كتيره. طبعا عندنا مثلا دور للاوتوميتد فالفز اللي موجوده عندنا، شغاله كلها بناء على اوتوماتيك بروسيس كنترول سيستم. يعني انا عندي كنترول لوب شغاله بتفتح وبتقفل في البلوف دي اوتوماتيك. سواء بقى البلوف ديت ممكن يكون ليها اكشويتورز اللي هي الهيد اللي فوق دي، بحيث انها تعمل ايه؟ يا اما تعمل اون تفتح البلف بنسبه 100%، يا اما تقفله بنسبه 100%، يا اما تعمل ثروتلنج فلو، يعني تعديلي الفلو بنسبه معينه. طيب يبقى دور البلوف هنا هو انها تتحكم في الفلو من الليكويد او الغاز اللي موجود في البايب نتورك بتاعتي. طبعا ليها سيمبلز كتير بناء على كل نوع من انواع البلوف. طيب يبقى انا دلوقتي ايه اشهر انواع البلوف اللي عندي؟ اشهر الانواع بتاعه البلوف اللي عندي هي الجيت فالف، البول فالف، البلاج فالف، الديافرام فالف، النيدل فالف، السيفتي فالف. تمام. النيوماتيك اوبريتد فالف يعني بيشتغل بالهواء، الكتريكالي اوبريتد فالف يعني شغال بالكهرباء. تمام. عندي حاجه اسمها بنش فالف او الديافرام، عندي الجلوب فالف، باترفلاي فالف، تشيك فالف، انجل فالف، نايف فالف، ريليف فالف. عندي حاجه اسمها الهيدروليكلي اوبريتد فالف يعني بيشتغل بضغط هيدروليك او زيت. عندي حاجه اسمها سولونويد فالف، وعندي حاجه اسمها موتور اوبريتد فالف، والاثنين دول يعتبروا الكتريكالي اوبريتد فالفز. طب ما نيجي كده نشوف الاشكال بتاعت البلوف. لو جينا بصينا هنا على الشكل الاولاني ده شكل جيت فالف. تمام. عرفت منين ان هو جيت فالف؟ الشكل اللي هو البو تاي او الفيونكه دي، طالما ما فيش حاجه في النص كده في دواير او كده فده جيت فالف. طيب ايه ده؟ ده جيت فالف بس مانوال؟ لا، يعني هو ده جيت فالف بس مش مانوال. هي الفكره كلها هنا ان في الغالب طالما الجيت فالف او اي بلف ما تحطلوش مقبض فانا بفترض ان هو مانوال. تمام. طيب لو اتحط له يبقى ده زياده، يعني تقدر تقول عليها حاجه بتساعدني انها تقول لي ان البلف ده مانوال. ولكن لو ما اتحطش اي حاجه فانا كديفولت فاليو كقيمه افتراضيه بفترض ان البلف ده شغال مانوال. طيب الحاجه اللي بعد كده هو النيوماتيك فالف. طب البلف اللي قدامي ده جيت فالف برضه، يبقى ده جيت فالف بس في قبه فوق منه كده. القبه اللي هي نص دايره دي ده معناه ان هو شغال بضغط هواء، بيفتح وبيقفل بضغط هواء. طيب ده برضو نفس الموضوع، ده جيت فالف ولكن شغال موتورايزد، يعني في موتور بيفتحه او بيقفله. طب الاتش دي معناها ايه؟ معناها ان هو هيدروليك يعني بيشتغل بضغط زيت. طيب ايه تاني؟ عندنا مثلا حاجه هنا اسمها بريشر ريديوسنج فالف او بريشر ريجوليتنج فالف. طيب دي كل دورها انها تعمل ايه؟ كل دورها انها اوتوماتيك من نفسها، الديزاين بتاعها يخليها انها تنزل الضغط، يعني هي اوتوماتيك بتنزل الضغط بتاعي. طيب ده الشكل بتاعها. طيب لو انا عندي مثلا الجلوب فالف، الجلوب فالف شكله بيكون عامل ازاي؟ برضو نفس الفكره بتاعه الفيونكه او البوتاي، ولكن انا ببدا ان انا احط هنا دايره كده مقفوله مقفوله يعني لونها اسود من جوه. ده شكل الجلوب فالف. طيب ايه ده؟ ده برضو شكل الجلوب فالف. طب ايه الاختلاف؟ القبه اللي فوق يبقى ده جلوب فالف شغال نيوماتيك. طب ده شغال موتورايزد. طب ده شغال هيدروليك. تمام. طيب ايه ده؟ ده شكل لانجل فالف. يعني ايه انجل فالف؟ يعني الفلو كان ماشي كده راح حاود يمين. تمام. طيب ايه ده؟ ده برضو انجل فالف ولكن هو شغال نيوماتيك. طب ايه ده؟ ده برضو انجل فالف ولكن شغال بالموتور. طب ايه ده؟ ده حاجه اسمها نيدل فالف. ده احد اشهر انواع
جلوف فالف، ولكن الاليمنت بتاعه اللي بيعمل سيل بيكون صغير جدا، وبيستخدم مثلا في بعض الاجهزه والمواسير اللي بتكون صغيره جدا. وفي بعض الاحيان الاخرى بكون محتاج ان انا اخد سامبل من المنطقه دي، فبحتاج ان انا اطلع كميات صغيره بضغوط قليله، عشان كده بحط النيدل فالف ده لان هو بيكون صغير جدا. طيب الحاجه اللي بعد كده هي البول فالف. انا عندي هنا ده بول فالف، وعندي هنا ده برضو بول فالف. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم في حجم البول اللي جوه. لو الحجم بتاع البول اللي جوه نفس الحجم بتاع الخط نفسه، فده اسمه فول بور بول فالف. يعني حجم البوله اللي جوه قد حجم الخط. طيب لو حجم الكوره اللي جوه اصغر من الحجم بتاع الخط، فالدايره بتكون صغيره زي ما احنا شايفين كده، فده بيتقال عليه reduced ball valve. طيب بالنسبه للبول فالف، ده برضه بول فالف ولكن شغال هيدروليك او شغال موتورايزد. طيب انا عندي كمان حاجه اسمها البلاج فالف. البلاج فالف شفنا الشكل بتاعه. طيب شكله ازاي في الدي اند اي دي؟ ده الشكل بتاعه، او ده شكل تاني ليه، سواء اللي جوه كده هتكون حاجه شبه المنحرف او المربع. طيب لو هو موتورايزد او هيدروليك، هتلاقي عليه الاكشويتور اللي فوق اللي هو بيقول لك هو هيدروليك ولا موتورايزد ولا ايه بالظبط. طيب بالنسبه للباتر فلاي، الباتر فلاي نفسه زي ما احنا شايفين كده، انا ممكن يكون عندي هنا ده باتر فلاي، ده الشكل بتاعه، وممكن يكون الباتر فلاي ده الشكل بتاعه. تمام، سواء كده او كده. طب لو هو باتر فلاي ولكن شغال نيوماتيك، هيكون عليه القبه اللي فوق الاكشويتور ده. طب لو هو شغال موتورايزد او هيدروليك، هيحط عليه المربع الموجود فوق اللي هو الاكشويتور، سواء بقى حرف الاتش حرف الام وهكذا. طيب لو هو شغال الكتريك سولينويد، سولينويد زي ما احنا قلنا قبل كده، عرفنا يعني ايه سولينويد فالف. ممكن نرجع للبلاي ليست بعنوان فالفز ونعرف يعني ايه سولينويد فالف. يبقى هو دلوقتي شغال بسيجنال كهرباء. السيجنال الكهرباء دي بتيجي منين وبتفتح ازاي؟ عن طريق الاكشويتور اللي فوق اللي هو السولينويد اكشويتور ده. تمام. طيب ايه تاني؟ عندنا هنا سبيشال كيسز شويه مش هنشوفها كتير. يعني هنا مثلا البلف ده بياخد جزء من الاب ستريم عنده والداون ستريم، وبيبدا ان هو يجيب الدلتا بي على الجزئين دول. الدلتا بي دي بتبدا انها تتحكم في فتحه البلف، بحيث ان انا اخلي دايما في دلتا بي معينه او في بريشر معين هو اللي دايما بيعدي. نفس فكره البريشر ريجليتور كده تقريبا. طيب عندي تاني هنا بلف، ده temperature regulating valve. يعني هو كل دوره ان هو بيعتمد على تظبيط درجة الحرارة، ولكن أنا هابدأ إن أنا هنا هاجيب ستريم معين يدخل على الأكشويتور، ويبدأ إن هو بناء على المعامل بتاع التمدد الحراري بتاعه، هيبدأ إن هو يفتح أو يقفل البلف تدريجيا بناء على درجة الحرارة اللي هي داخلية. طب هل أنا عندي حاجات تانية؟ ده أنا عندي حاجة اسمها الديافرام فالف اللي شفنا شكله. طب هو شكله إزاي في البي أند أي دي؟ ده شكل الديافرام فالف، وده برضه شكل ليه ديافرام فالف، وده برضه شكل ليه ديافرام فالف ولكن موتورايزد. طيب التشيك فالف شكله عامل ازاي؟ التشيك فالف تكتشف ان شكله زي ما احنا شايفين كده، على حسب الاتجاه بتاع السهم يمين او شمال، على حسب الاتجاه بتاع الفلو. طيب هل في حاجه تانية؟ ده انا ممكن يكون عندي نوع من انواع التشيك فالف اسمه ستوب تشيك فالف. ده الشكل بتاعه، بيكون شغال كتشيك فالف وجلوف فالف في نفس الوقت، او بلف تحكم في نفس الوقت. ده الشكل بتاعه. طيب هل عندي حاجة تانية؟ عندي مثلا بلوف هنا اسمها باك بريشر ريجوليتور. تمام. طيب الباك بريشر ده معناه ايه؟ ان الضغط مثلا لو زاد، فالضغط الزياده ده بيبدا ان هو يضغط على البلف مثلا، بيخليه يفتح زياده عشان يقلل الباك بريشر. طيب عندي هنا حاجه اسمها بريشر ريديوسنج ريجوليتور. الضغط هنا لو زاد بيبدا ان هو يرجع له، بحيث ان هو يقفل عشان يقلل الضغط تاني عشان يحمي السيستم مثلا. طيب عندنا السيفتي فالف والريليف فالف. ده السيفتي فالف زي ما احنا شايفين، ده الشكل بتاعه. الثلاث شرط اللي موجودين دول على الانجل فالف ده بيكون شكل السيفتي فالف. نلاحظ ان شكله قريب من الانجل فالف، ولكن بيكون فيه الثلاث شروط دول معناه ان هنا في سوسته بتبدا انها تفتح عشان تقلل الضغط الزياده، بتطلعه مثلا على الفلير او على سيف لوكيشن.
كذلك برضه هنا ده اسمه vacuum relief valve. طيب الvacuum relief valve ده في حالة بقى إن دلوقتي بدل ما السيستم بتاع الضغط بتاعه بدأ إن هو يزيد، لأ ده العكس، ده الضغط بتاعه بدأ إن هو يقل، فممكن يبدأ إن هو يحصل له زي إيه كده، زي collapse، يبدأ إن هو يعني ينهار على نفسه داخليًا. فأنا عشان أمنع الموضوع ده محتاج إن أنا أزود الضغط جواه عن طريق إن أنا أجيب ضغط من برّه لجوّه. طب من برّه منين؟ على حسب السيستم اللي شغال. سواء مثلًا من سيستم نيتروجين كإن ارتجاز، أو من الأتموسفير لو الموضوع هيكون safe في هذه الحالة. طيب هنا برضه عندنا حاجة اسمها pressure vacuum relief valve or conservation vent. ده بيكون شغال two way، يعني بيبدأ إن هو يدخّل ضغط زيادة لو الضغط بدأ إن هو يقل، وفي نفس الوقت لو الضغط جوّه بدأ إن هو يزيد بيبدأ إن هو ينفّذ الضغط الزيادة، فهو شغال بالاتنين function في نفس الوقت. طيب إيه اللي هنا ده عبارة عن relief valve ولكن في حالة الliquid، يعني أنا في حالة الliquid باقول عليه إن هو relief valve، ده الشكل بتاعه. وفي الأحيان برضه ممكن الrelief valve يكون شكله زي الsafety valve ده في الP&ID. عندي هنا ده حاجة اسمها three way valve، يعني valve ثلاثي الاتجاهات، يعني أنا ممكن أدخّل من هنا أودّي شمال أو أودّي يمين، هكذا برضه نفس النظام، ممكن أدخّل من هنا أودّي شمال أو يمين أو إيه، أو لفوق كده، فده اسمه four way valve. طيب عندي أنواع تانية من الأشكال بتاعة البلوف، على سبيل المثال ده bleeder valve، يعني هتلاقيه دايمًا موجود في أي pipeline من تحت لو أنا عايز أعمل bleed أو أعمل drain للsystem، يعني أفرّغ الماسورة ديّة من الcontainment أو المحتوى بتاع السوائل اللي موجود فيها مثلًا، سواء الشكل ده أو الشكل ده. طيب عندنا إيه تاني؟ عندنا مثلًا حاجات تانية بقى مرتبطة بالinstrument اللي بتتحط على الأجهزة نفسها. فعلى سبيل المثال هتلاقي هنا حاجة اسمها orifice. الorifice ده عبارة عن جهاز بيبدأ إن هو يقلل الflow شوية، ده الشكل بتاعه. عندي حاجة تانية اسمها rotameter، ده مرتبط بالجزء بتاع الflow meter اللي إحنا هنشرحه برضه. لو أنا عندي مثلًا هنا عداد والّا حاجة، فالعداد ده بابدأ إن أنا أعزله عن طريق إن بيكون في بلوف صغيرة كده تكون قابله، سواء مثلًا البلوف دي بتكون نُص بوصة أو ربع بوصة، بتكون صغيرة جدًا، عشان كده لو نلاحظ إن هي هنا مرسومة بشكل صغير شوية. عندنا حاجة اسمها الrapture disk. الrapture disk ده هو كل دوره شبه الpressure safety valve، لمّا الضغط بيبدأ إن هو يزيد بيبدأ إن هو يفتح، تمام؟ ده مثلًا الrapture disk. ده برضه نفس الفكرة بتاعة الrapture disk. ده برضه شكل تاني ليه. عندنا أشكال تانية هنا، حاجة اسمها الknife valve، بيكون شكله زي الgate valve كده شوية. عندنا حاجة تانية اسمها الbench valve، اللي هو تقريبًا برضه الdiaphragm valve اللي إحنا اتكلمنا عليه من شوية. طيب يبقى إحنا كده دلوقتي عرفنا الأشكال بتاعة البلوف اللي ممكن إنها تتواجد معايا في الP&ID. طيب أنا دلوقتي عندي البلف ده، إيه الأهمية بتاعته زي ما إحنا قلنا قبل كده كrecap أو تلخيص بسيط. هو كل بلف بيؤدي غرض معين وليه design معين، تمام؟ ليه أشكال معينة بتساعد الناس اللي شغالة إنها تفهم هو البلف ده لازمته إيه. لو أنا عندي مثلًا بلف بول موجود في الP&ID، فأنا هاعرف إن البلف ده أنا ممكن أستخدمه لا إما on لا إما off service، يعني أنا ممكن أستخدمه في الisolation لو عاوز أعزل system عن system تاني. ولكن لو عندي glove valve فأنا ممكن أستخدم البلف ده بحيث إن أنا أعمل restriction أو أعمل control في الflow بتاعي. طبعًا الاستخدام الخاطئ للبلوف هيبدأ إن هو ممكن يعمل مشكلة في البلف نفسه أو في السيستم اللي شغال، أو ممكن يبدأ إن هو يعمل إصابة للناس اللي شغالة، تمام؟ يبقى أنا دلوقتي عندي الأنواع بتاعة البلوف، عندي حاجة on وoff service، عندي حاجة بتعمل throttling في الflow. كذلك أنا ممكن يكون عندي البلوف بتفتح بسرعة، تبقى quick opening، تبقى ربع لفة أو 90 درجة. ممكن بلوف تفضل تلفها كتير كده طارة، تفضل تلفها كذا مرة عشان تبدأ إنها تفتح أو تقفل معايا. فطبعًا هي كsafety note لازم نكون عارفين كويس جدًا إزاي نقدر إن إحنا نستخدم النوع المناسب من أنواع البلوف اللي موجودة عندنا في السيستم. إحنا كده خلّصنا الفيديو ده بعنوان الvalve symbols. ده كان كل اللي إحنا محتاجين نتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده، وشكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.